محمد كان محتاج تابلت للكلية في حدود 10,000 جنيه، فعشان كده جبت التابلتس من 5000 جنيه لغاية 10,000، وعندنا في الفئة دي 11 جهاز تقريبا. بعدين بدأت أسأل هو محتاج يركز على إيه أكتر. أول حاجة جالي إنه عاوز مساحة كبيرة، فكده بالتالي هنشيل أي جهاز أقل من 128 جيجا في المساحة، فهنشيل الجلاكسي تاب A7 واللينوفو تاب M10. بعدين جالي إن هو عاوز شاشة كبيرة، فبالتالي أي حاجة أقل من 10 إنش برضه هنشيلها، فكده هنشيل الجلاكسي تاب A9. بعدين جالي إنه عايز أداء المعالج يكون عالي، فهنشيل أي معالج أكبر من 6 نانو برضه. كده هنشيل النوكيا والريلمي باد والميت باد اس اي والانفينكس باد 20. كده هيفضل عندنا 4 اجهزه، وهما الاونر باد اكس 8 a والاكس 9 a والريدمي باد اس اي والانفينكس اكس باد. هو بما ان الاونر باد فيه منه نسخه احسن من التانية، اللي هي ال9 احسن من ال8، فهنشيل ال8 ونخلينا في ال9. فكده يكون عندنا بس الاونر باد اكس 9 a والريدمي باد اس اي والانفينكس اكس باد. بعد ما شفنا البطاريه والشاحن والشبكات والمعالج والكاميرات، يعني هنلاقي ان الريدمي باد اس اي اضعف من الاثنين الباقيين، فهنشيلها. يفضل معانا بس الاونر باد اكس 9A والانفينكس اكس باد. طيب هو هنا كده الاونر بيتفوق في البطاريه والشاحن والشاشه، لكن الانفينكس بيتفوق في انه بيدعم شريحه والمعالج بتاعه افضل وعدد السبيكرز اعلى. فقمت سالته يعني انت تفضل ايه اكتر، فقال لي انه يفضل يكون المعالج قوي وانه يكون بيدعم تركيب خط اكتر من انه يركز على البطاريه والشاشه. فترشيح النهائي لي كان الانفينكس اكس باد نسخه ال 256 على 8 سعر 9700. ودي على فكره عملت لها ريفيو على القناه، تقدر تشوفها. ولو عايز ترشيح لموبايل او تابلت او لابتوب او اي جهاز ذكي، ابعت لي وان شاء الله اقدر اساعدك. ولو عندك سؤال بسيط اكتبه في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله. وفولو لايك لو حابب تشوف ترشيحات اكتر.